القصة مش قصة ان انا احفظ القرآن عشان احفظ القرآن، لا، هو القصة ان انا يكرمني الله عز وجل ان الازم القرآن، ان انا ابقى مع القرآن. لان من العوامل الرئيسة في ثبات العبد على طاعة الله وتصديه للفتن في هذا الزمان ان يكون ملازم لكلام الله، ان كلام ربنا يبقى دايما في لسانه، دايما بيقرأ كلام ربنا. ممكن آية يعني تلمس قلبه، ممكن يخالط القرآن بشاشة قلبه فيرجع ويتوب عن ذنب كان يعمله، فيعرف ان كانت فتنة تصيبه الله عز وجل نجاه منها بسبب ان هو تدبر آية في القرآن او لازم القرآن. فقصة ان انا احفظ القرآن احنا مش عايزين نخليها يعني كشعار ان اللي ما يعملوش يبقى فاشل، لا، ما هيش كده. هو بس احنا بنقول ايه، اللي بيحفظ القرآن بيبقى ده سبب مباشر جدا ان انا الازم القرآن.